فوز منتخب مصر امام افيال كوت ديفوار رجع الشخصيه ورجع الهويه للمنتخب المصري. شايفين لغط كبير حتى بعد المكسب، في ناس رايحه وناس جايه وناس عماله يعني ما تسيبوا القياده الفنيه تشوف شغلها. هو شايف شغله كده يا جماعه. ناس كتير برغم ان احنا كسبنا بس ما عندناش شكل وما عندناش استعدادات وما عندناش امكانيات. يا جماعه، مباريات الاقصائيه يعني فعلا تكسب ولا تلعب. يعني هو الراجل كسب ولعب، انا شايف ان هو لعب واكتر من لاعب امبارح قدر ان هو يثبت جدارة. يعني امبارح شايفين الشناوي بتذبذب مستواه، يعني برغم ان في هفوات وغلطات، وخاصة من الحتة اللي اتشاط منها الركلة الحرة المباشرة اللي الحكم حسبها، ما اعرفش حسبها ازاي على امام. دي يعني علامات استفهام. انما اتشاطت الكرة والشناوي، هي يعني صورة كربونية برضو من الحتة اللي هي نفس بتاعت الهلال السوداني. هو في هنا في حاجة غلط. بس برضو التمركز بتاع المدافعين، يعني مش هحمل الشناوي لوحده. يعني برغم ان احنا يعني دخل في مرمانا هدفين، انما برضو كنا مأديين ومتحدين وفارضين السيطرة وفارضين الإيقاع. والماتش اتقسم على 3 مراحل وكنا هايلين بصراحة. بلاش يا جماعة النغمة بتاعت تقليل من المدير الفني بتاعك ولاعيبتك. ما تهاجموش عشان خاطر مصطفى محمد. مصطفى محمد نفسه يعني كان فرحان وألفة وتجانس وانسجام. فيعني ما تخليش ان الفوز والفرحة يعني حد يدخل يعكر صف فرحتنا. الحمد لله المطلوب والمراد تم. ما انت يعني لو ما تقارن نفسك، الحمد لله رب العالمين انت افضل من ناس كتير ومنتخبات جامده قدرت ان هي ما قدرتش ان هي تصعد. وحدث ولا حرج الجزائر نفسها، يعني الجزائر بعد ما خرجت برضه انت افضل وفي افضليه، وعندك نجوم، عندك صلاح، عندك مرموش، عندك الخطير المكير امام عاشور. امام عاشور يا جماعه ده قصه وحدوته، وفعلا تحديات كبيره جدا جدا. يعني فرض الشخصيه وفرض الايقاع وفرض الريتم وعبر التمريرات السحريه، واحده يمين لصلاح واحده شمال لمرموش. الوحيد اللي بيلعب الكوره السلو، عارف هو رايح فين. سرو بيرمي سرو لقدام وبيستغل مهارات وامكانيات وسرعات مرموش. واحده لمرموش ومرموش باتقان، يعني كلفت المدافع وضم لجوه وخد الكوره وراح لحارس المرمى. اداء هايل والله. والتانية واحدة كده يعني برضو لمحمد صلاح ثرو اتعملت ال1 3 بشكل مميز من شناوي لربيعة، وربيعة لإمام، وإمام لصلاح. هدف هدف يدرس. وما كانش كوت ديفوار عامل حساب إمام عاشور. إمام عاشور مفاجأة حسام حسن. ناس بقى كتير يقول لك اصل امام مش جاهز، وامام لو كده جيت وركزت في فقد الكوره هتلاقيه اكتر لاعب فقد الكوره. لاعب استراتيجي، لاعب مهاري، لاعب بيعرف يوصل الفراوده بتوعك. فعلا لا، امام ادواره مهمه. وبعدين هو ومرموش خاصه في الجبهه اليسرى بيقدروا ان هم يخطوا بقى ويكسروا الحاجز الدفاعي للمنافسين قدامك. الوحيدين اللي بيعرفوا يوجدوا المساحه ويقدروا ان هم يكسروا الخطوط الدفاعيه هو امام ومرموش. لو جيت الناحيه الثانيه خبرات صلاح يعني برضو لو صلاح جات له الكوره واكتر من كوره جات له، بس هو صلاح طبعا الخبرات اللي عنده وهو قائد نمره واحد. يعني في كوره كانت في الدقائق الاخيره وكان في لو عمل ثرو لهاني كان هيروح هاني انفراد بشكل خطير. انما صلاح يعني قال
يستحوذ على الكرة افضل من التمرير لهاني، لان في الوقت ده لو اتمررت لهاني واتقطعت هيجي علينا هجمه مضاده. فلا انت عندك، انا امبارح بجد بقيت حاطط ايدي على قلبي من اي تغييره تتم في التيم. ال 11 لاعب ما ينفعش تغير منهم لاعب. حتى لو جيت وقلت لي زيزو كان ليه مهام كان المفروض ينزل، مع احترامي لزيزو والسكواد وقوه ورشاقه زيزو والهجمات اللي بيعملها، انما برضه زيزو بقى يعني انا شايفه ماتش 2 3 بيفقد الكرة كتير، وبقى مظهري وفردي اكتر منه جماعي بامانه. انا يعني من محبي زيزو ومن عشاق زيزو، انما انا بقول الوقت ده عايز مين؟ ال 11 امبارح ما كانش ينفع واحد فيهم يطلع. يعني حتى تغييره امام وتغييره مرموش ونزول تريزيجيه، يمكن تريزيجيه عطل الدنيا شويه. يعني كان الافضليه ان كان يتساب امام ومرموش. انا فعلا ما كنتش حابب ان حد من ال11 يطلع. تريزيجيه ما هو كده ولا كده ما كانش جاهز، انت فاهم. بس هو حسام حسن برضو يعني ايه، كان عايز يضغط شويه، وكان معتمد على ان تريزيجيه جراي وبيقدر يدخل في منطقه المناوره وبيقدر ان هو يمرر لصلاح. بس بصراحه لا، الماتش امبارح يا جماعه عالمي. لو مسكنا لاعب لاعب، حتى خط الظهر، انا شفت انسجام امبارح ما بين ياسر وحسام، كانوا عاملين دويتو هايل بصراحه. وياسر ده هو ده اللي يطلق عليه مفاسة بجد. ياسر خطير. حسام امبارح عجبني جدا في توقعه للكوره والتاكلينج اللي بيعمله لا يعني خط الظهر بتاعنا كان مميز. هاني ما شاء الله عليه. فتوح، ما تجيش بقى تقول لي ايه اصل يعني فتوح هو سبب ان دخل فينا هدف وكلام من ده. يا جماعه احنا بنلعب ماتش كوره مع فريق حامل اللقب. انت عارف يعني ايه ان انت امبارح كنت بتلاعب حامل اللقب، وانت يعني اديته الاستحواذ. يعني انت اديته استحواذ لدرجه ان وصل استحواذك ل 30% قصاد 70% مثلا عنده. بس استحواذ ايه؟ انت عملت كل حاجه، كنت متقدم 2 لا شيء وخلاص. انا مش عايز حاجه، ارجعوا واقفلوا دفاعاتكم. بس انا برضو عندي تحفظ على الدفاع الصريح دوت. الدفاع الصريح بيضغط عليك المنافس وبيبقى فيه فرص، والجونين اللي جم منك هم بالكربون هم الجونين بنفس الطريقه. كرة عرضية على الخطوط بتخبط تلاقي ده جول. ما تدوش فرصه برضه لان هو يضغطك. تمام، افتح خطوطك. يعني 2 وصلنا ل 2-1، قدرت تدخل 3-1. ال10 دقايق الاخر انا ما كنتش قادر اتفرج بصراحه، حاطط ايدي على قلبي ومش قادر ابص. وصلوا لاكثر من كوره، وكان فعلا مش انا بس، يعني فعلا حبس انفاس. بس بصراحه لا، شابوه حسام حسن بجد هايل وبرافو ويا جماعه انت عارف يعني ايه ان محمد صلاح احسن لاعب في العالم يطلع يقول من احسن المعسكرات اللي انا قضيتها هو المعسكر دوت؟ تجانس، انسجام، فكاهه، ضحك، مش بتساهل ان محمد صلاح يقول حاجه زي كده. انت كل الناس كلها كانت تقول لك في لغط ما بين حسام وما بين محمد صلاح. لغط ايه؟ انا ما شفتش في حياتي انسجام زي اللي شفته ده. حسام حسن نفسه يعني عرف ان هو يعني يخاطب كل لاعب، وعرف ان هو ي... امام هو اللي رجع امام واداله الثقه. مش كان في مشاكل بينه وبين امام؟ مش كان في مشاكل بينه وبين صلاح؟ كان في مشاكل بينه وبين الشعب كله. يا جماعه سيبوا الراجل يشتغل وسيبونا بقى نفرح. ده انت لسه قدامك موال، انت رايح تقابل السنغال. هو دوت بقى الايه، مربط الفرس. عارف يعني ايه هتقابل السنغال؟ يا ترى هتقابله بأنهي طريقه؟ هل هي بنفس ال11؟ هو ال11 يقدروا، بس يعني انا يعني هل هيبقى في ادوار لمصطفى محمد؟ ممكن خلي بالك حسام حسن يفاجئنا ويلعب براس حربة مصطفى محمد قدام السنغال، ويعتمد بقى على الكروسات اللي هتطلع من مرموش وهتطلع من محمد صلاح وتطلع من محمد هاني.
دي برضه اتوقع وخدوها مني، هتلاقوا ادوار هجوميه لمصطفى محمد وشغل تكتيكي عالي جدا من حسام حسن في مباراه السنغال. يا جماعه طار بايت وان شاء الله هنقدر. انا توقعاتي ان شاء الله هنقدر ننتصر على السنغال ونقدر نوصل للنهائي. بجد بجد المنتخب المصري يا جماعه فكرنا بروح البطولات. يعني انا حاسسها 2008 من جديد وان شاء الله هنقدر. ادوا بس احساس كده الفرحه والانتصار، وادوا حسام حسن بجد ادوا له فرصه وان شاء الله. يعني كله كان قاعد امبارح مستني له الغلطه. الغلطه يمشي بقى عشان خاطر ايه؟ نشوف مين اللي هيجي في كاس العالم. ليه؟ ليه؟ منتخب بقائد وطني وقدر يوصل. عايزين ايه؟ برغم انه وصل برضه في لغط. يا جماعه كفايه بقى.